سلام، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم راح نديرو افخاذ الدجاج الكاذبه بطريقه سهله، غير بربع صدر تاع دجاج وانتي درتي طبق ريقي. نروحوا نمروا على بركه الله طريقه التحضير. هنايا عندي حبه، درت حبه تاع بطاطا، هنا كنت غليتها ورحيتها كما كنتم تشوفوا انا مكسيتها، ضفت لها ملعقه تاع ثوم، وهنا ضفت ربع صدر تاع الدجاج بعد ما كنت طيبته ومن بعد رحيته. هنا الا بغيتو فتوه قطع صغيره. هنايا كما كنتم تشوفوا راه عندي بطاطا، هنا درت حبه كبيره قطعتها كما كنتم تشوفوا على شكل اصابع وطيبتها نص طياب في الماء والملح كما راكم تشوفوا. انا درت لها كيما هكا، وانتم على حساب افراد العائله، كل واحد يدير على حساب افراد العائله. نضيف لها فلفل اسود اللي هو الحرور، ونضيف لها الكيري. هنا درت كي دجاج، ونضيف لها هنايا معدنوس مقطع صغير، ونخلط كلش كما راكم تشوفون. نخلط كاع هذه المكونات مليح كلي رانا بنعجنوهم. انا البطاطا كنت نتوما الا بغيتو تمرسوها مرسوها، انا رحيتها وجاتني على جايه معلكه كما نقولوا. هنا هذا القوام اللي تحصل عليه. انا ضفت لها ملعقه تاع فرينه ونعجن، ماشي نعجنها كما نقولوا نلمها غير شويه ونخليها تجي. نبداو هنا في طريقه التحضير. هنا عندي حبه بيض كامله، عندي فرينه باش نرمدو فيها، وعندي الشابلور اللي هو الخبز اليابس تاني باش نرمدو فيه. هنا نديرو الزيت في يدينا باش تجينا طريقه سهله وباش ما يلصقناش هذاك اللحم في يدينا. ندي كميه من اللحم ومن بعد ندير فيها هذيك البطاطا اللي كنا ديجا سلقناها من قبل. شوفوا كيفاش راح نخدم الطريقه، شوفوا الفيديو يبين او موضح ويبين لكم كلش. لميتها كيما من بعد قبضتها وليت نخدم بها غير كما نقولوا كورتها، بعد وليت نخدم فيها غير من تحت باش تجينا على شكل فخذ تاع دجاج. اذا بغيتوا تحشوها الداخل بالفرماج قبل ما تغلقوها احشوها بالفرماج وبعد غلقوا عليها تاني تجي رائعه. نزيد نخدم وحده اخرى هكا حتى كي نكمل كامل الكميه اللي عندي. نخدموهم كاملين باش تجيكم طريقه سهله. انا خدمتهم كاملين كما راكم تشوفوا، خدمت كملت كاع هذيك الكميه تاع اللحم اللي عندي. تبغوا ديروهم في الثلاجه يرتاحوا كما نقولوا، تخدموهم الصباح والعشيه كما نقولوا، يبقاكم نص ساعه للمغرب ولا باش تطيبوهم تقلوهم. تبغوا تخدموهم وطيبوهم مباشره، يعني في كلتا الطريقتين راح تعطينا نفس النتيجه يجوا مقارنين. وبالنسبه للبنات المبتدئات باش ما يغبنوكمش، من الاحسن نديرهم في الثلاجه باش يشدوا رواحهم. شوفوا الشكل كي جا شباب. هنايا نروحوا نبداو في الترمات تاعها. هنا درتها في هنا نرمدوها في الفرينه ومن بعد نديروها في البيض كما راكم تشوفوا الفيديو راهو موضح. ومن بعد نروح نمرها نعاود نرجعها في الفرينه. هنايا في هذه الخطوه اذا بغيتوا ما تعاودوش ترجعوها الفرينه ديروها نيشان في لاشابلور فاني تجي طريقه تجي فاني شابه. خدموها بيديكم مليح هكا باش تلصق فيها لاشابلور. هنايا نعاود نخدم معكم وحده. شوفوا انايا تبغوا ديروها كما قلت لكم في الفرينه ومن بعد ديروها في البيض ومن بعد تفوتوها لا شابلور كما ندير ذا المره. هذه الطريقه فاني تجي شابه، تجي مليحه، تجي مقرمشه. يعني لزوج طريقات، اللي بغيتي تختصري الطريقه ديري بهذه الطريقه. هنايا راهو الزيت حامي ونبدا نحط في الافخاذ تاوعي كما راكم تشوفوا حتى نتحصل على هذا اللون الجاي الذهبي. اللي يبغي يحمرهم بزاف هي حاجه تاع اذواق، كل واحد وكيفاش يبغي الطبخ تاع داره. كاين اللي يبغي محمر بزاف، كاين اللي يبغي جاي شويه صفار، كاين كل واحد وكيفاش. هنايا كملنا الطبق تاعنا وانا درت له رافقته مع هذه لاصوص تاع الحمص كما راكم تشوفوا. جاو بزاف روعه هايلين. دروك يبدا تتلف لنا شن نحطو شن نطيبو كما نقولوا رانا درنا كلش عاودناه دوبلي. المهم بالك نكون فتكم بهذا الوصفه تاعي تاع اليوم افخاذ الدجاج الكاذبه. انا راح نقسم لكم تشوفوا القوام تاعها كيفاش راح يجي من الداخل. تجي بزاف بنينه وروعه. وانتم اذا بغيتوا تحشوها من الداخل بالفرماج تاني تجي رائعه. شوفوا هنا القوام تجي شابه تجي مقرمشه. ان شاء الله تعجبكم فيديو تاع نهار اليوم. ما تنساونيش بجميل الفيديو، اشتراك في القناه اللي مازال ما اشتركتش، وبارطاج في مواقع التواصل الاجتماعي. وفي الاخر ما بقى لي غير نقول لكم ان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر في وصفه اخرى. سلام.